بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين. متشرف بسعادتك الاول. لا دكتور عبد المنعم مهندس المواد في اللجنه الكبرى للرساله. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا بحضرتك اولا بلقاء حضرتك مع اصحاب المعاشات في مقر سعادتك كده في حلوان. يعني سعداء بلقاء سعادتك الاول. حضرتك رايك ايه في موضوع جمعيه المعاشات اللي في حلوان؟ والله هي جمعيات المعاشات دي جمعيه اهليه احدى مؤسسات المجتمع المدني، مسموح بإرسالها لرعايه اسر معينه هي اسره اصحاب المعاشات، والاشخاص نفسهم اللي هم اصحاب المعاشات اللي انا منهم. اهلا وسهلا. اهلا. ايه الاستفاده اللي هيستفادوها الاكبر طبعا؟ اي جمعيات اهليه قائمه كاحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد ده شيء تطوعي، ولكن لحمايه افراد اعضاء مجلس اداره الجمعيه اللي هم اصلا من اصحاب المعاشات، بندور على حقوقهم في التامينات، في المعاشات، في حقوقهم اللي الرئيس دايما بيطالب بيها. وانا كعضو مجلس نواب وكاحد اعضاء حزب مستقبل الوطن، الحزب ده احد برضه مؤسسات المجتمع المدني، ووكيل لجنه حقوق الانسان اللي بترعى الانسان بعد وصوله لسن الكرامه اللي هو سن المعاش، وانتقاله من الحياه العمليه الى الحياه اللي المفروض يستقر فيها ويبدا شباب حياته يبدا يراعيها. اعتقد ان ده كفيل لحمايه الفئه دي اللي هي اصحاب المعاشات اللي هم بلغوا السن القانونيه، اللي هم عدوا سن ال60. المفروض المجتمع المدني المصري كله يبدا يراعيهم، وانا بكلم سعادتك كدوله لازم تراعى. ان شاء الله احنا براعيهم من هيئه التامينات الاجتماعيه، من هيئه التامين، من هيئه بنك نصر الاجتماعي، من كله. ولكن كل انسان موظف عمل في احدى الجهات سواء قطاع عام او قطاع اعمال عام او قطاع خاص او قطاع استثماري، في الاول في الاخر هو بيدفع تامينات، ودي منظومه تامينات. كله نظام التامين زي ما التامين الخاص بالمعاش او سبل الكرامه في صرف المعاش التاميني اللي بيكفل حياه كريمه له، ايضا في رعايه صحيه تكفلها الدوله زي التامين الصحي لكل عمال مصر. زي ما انا احد قلاع السخانه الثقيله في مصر منطقه حلوان اللي فيها اكثر من 5 مليون عامل كمدرب، اللي كان فيها اكثر من 38 شركه قطاع اعمال عام تم تصفيتها. لكن الحمد لله انا بعود تاني الحياه بتعود من جديد. بدنا في اعاده تشغيل شركه النصر للسيارات، في كان عقد مع السيد كان وزير الصناعه او نائب رئيس الوزراء وزير الصناعه وزير النقل لاعاده تشغيل احد افراد او احد مصانع الحديد والصلب بطاقه انتاجيه خاصه بحديد اسمه الكريتال، او يعاد تنشئه مصنع او عمل احد جماعه المستثمرين اللي كانوا كان استثمار عربي او دولي او اجنبي او محلي مصري، يعني انه ياخدوا مخلفات شركه الحديد والصلب وهيبدا انتاج شركه البلد او الهيماتيت من مخلفات الحديد والصلب، او اللي احنا بنقول عليها الخرده باللغه العامه يعني. ولكن دي بتخش تاني يعاد تجربتها، بيتم تسييح الحديد في منتجات صلبه كبلد بياخدوها بيصنعوها اسياخ وكده. والحمد لله النهارده في اكثر من مصنع لاعاده تشغيل الحديد واعاده تدوير الحديد اللي هي المخلفات او زي ما قلنا الخرده. في مصانع بتنشئ في عرب الرساعد في منطقه حلوان وجنوب منطقه حلوان، ايضا في منطقه التبين. وان شاء الله الفتره اللي جايه هتشهد بعد انشاء المنطقه الصناعيه الجديده في منطقه حلوان تم تخصيصها من قرار الاستاذ رئيس مجلس الوزراء وانا قائم عليها وتنفيذها. القرار خاص برئيس مجلس الوزراء، قرار رئيس هيئه التنميه الصناعيه، قرار السيد محافظ القاهره بتخصيص 1,850,000 متر مكعب في منطقه حلوان اللي هي منطقه غرب عرب راشد او ارض القدره. دي بيحوطها سلاسل قائمه لعمال حلوان اللي بقوا من النهارده معاشات حلوان. لا انا بقول لك ان اولادهم واحفادهم النهارده شباب خريج مدرب عمل البراده والحداده. ان شاء الله نجحنا في الموافقه من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعه على انشاء مدينه صناعيه اسمها الموتر فالي
دي هتقوم على انشاء الموتور الخاص بكل من بدءا من المروحه الصغيره اللي انت بتشوفها بتشتغل الموتور الى مواتير الرفع اللي هي الخاصه بمحطات المياه العملاقه اللي هي بتشتغل من النيل من زبازي مناطق شرق القاهره او مناطق غرب القاهره من النيل، ودي حاجه هتبقى كويسه جدا جدا. واحنا ان شاء الله يوم الثلاث القادم هيكون يوم 14/1 الساعه 1 لقاء مع السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعه رئيس هيئه التنميه الصناعيه رئيس لجنه الصناعه في مجلس النواب المهندس محمد الأيوبي اللي هو رئيس لجنه الصناعه في مجلس النواب لانشاء واعاده تشغيل منطقه صناعه حلوان. كان في توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هيبدا تشغيل المصانع المرفقه. مش هو الراجل قال لك انا هاجل عمليات انشاء المنطقه الصناعيه الجديده لمليون 800 طن، لكن هشغلها خلال هذا العام 2025 وفقا للخطه المصريه 2030 مصانع زي المطبخات العامه والتعدين الحراري عن طريق مستثمرين عرب زي ما شغلنا مصر للسيارات وشغل الحديد والصلب العامه للحاويات وتكوك شركه حلوان للاسمنت الفتره القادمه ان شاء الله. وده اللي انا ببشر بيه ولاد حلوان ولاد اصحاب المعشر. يعني مجهود كبير جدا في وزير الدوله لاعاده تطوير وتشغيل صناعه الحديد اللي هو عصب البناء في مصر. في نهايه اللقاء بنشكر معالي اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب وعضو لجنه حقوق الانسان في البرلمان. جهد مشكور ليه حضرتك مع اصحاب المعاشات اولا يعني وفي انشاء الجمعيه ايوه بالرئاسه وان شاء الله كلها خدماتها الطوعيه واللي نقدر نعمله لعمال مصر لعمال مصر السابق واللاحق خدمات سواء في الصناعه الجديده اللي احنا بنحاول نحطها في الوقت. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية. متشرف بسعادتك الاول. لا الدكتور عبد المنعم حامد عضو مجلس النواب في اللجنه الحر الانسان. اهلا وسهلا فندم، تشرفنا بحضرتك اولا بلقاء حضرتك مع اصحاب المعاشات في مقر سعادتك كده في حلوان. يعني سعداء بلقاء سعادتك الاول. حضرتك رايك ايه في موضوع جمعيه المعاشات اللي في حلوان؟ والله هي جمعيات المعاشات دي جمعيه اهليه احدى مؤسسات المجتمع المدني مسموح بإقامتها لرعايه اسر معينه هي اسره اصحاب المعاشات والاشخاص نفسهم اللي هم اصحاب المعاشات اللي انا منهم. ايه الاستفاده اللي هيستفادوها الاكبر طبعا؟ اي جمعيات اهليه قائمه كاحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد ده شيء تطوعي ولكن لحمايه افراد اعضاء مجلس اداره الجمعيه اللي هم اصلا من اصحاب المعاشات بتدور على حقوقهم في التامينات في المعاشات في حقوقهم اللي الرئيس دايما بيطالب بيها. وانا كعضو مجلس نواب وكاحد اعضاء حزب مستقبل الوطن الحزب ده احد برضه مؤسسات المجتمع المدني ووكيل لجنه حقوق الانسان اللي بترعى الانسان بعد وصوله لسن الكرامه اللي هو سن المعاش وانتقاله من الحياه العمليه الى الحياه اللي المفروض يستقر فيها ويبدا شباب حياته يبدا يراعيها. اعتقد ان ده كفيل لحمايه الفئه دي اللي هي اصحاب المعاشات اللي هم بلغوا السن القانونيه اللي هم عدوا سن ال60 المفروض المجتمع المدني المصري كله يبدا يراعيهم. وانا بكلم سعادتك كدوله لازم تراعى ان شاء الله احنا براعيهم من هيئه التامينات الاجتماعيه من هيئه التامين من هيئه بنك نصر الاجتماعي من كله. ولكن كل انسان موظف عمل في احدى الجهات سواء قطاع عام او قطاع اعمال عام او قطاع خاص او قطاع استثماري في الاول في الاخر هو بيدفع تامينات ودي منظومه تامينات. كل نظام التامين زي ما التامين الخاص بالمعاش او
سبل الكرامه في صرف المعاش التاميني اللي بيكفل حياه كريمه له. ايضا في رعايه صحيه تكفلها الدوله زي التامين الصحي لكل عمال مصر. زي ما انا احد قلاع السخانه الثقيله في مصر منطقه حلوان اللي فيها اكثر من 5 مليون عامل كمدرب، اللي كان فيها اكثر من 38 شركه قطاع اعمال عام تم تصفيتها. لكن الحمد لله انا بعود تاني الحياه بتعود من جديد. بقينا في اعاده تشغيل شركه النصر للسيارات. في كان عرض مع السيد كامل وزير الصناعه ومعالي رئيس الوزراء وزير الصناعه وزير النقل لاعاده تشغيل احد افران او احد مصانع الحديد والصلب بطاقه انتاجيه خاصه بحديد اسمه الكريتال، او يعاد تنشئه مصنع او عمل احد جماعه المستثمرين اللي كانوا كان استثمار عربي او دولي او اجنبي او محلي مصري، يعني انه ياخدوا مخلفات شركه الحديد والصلب وهيبدا انتاج شركه البلد او الهيماتيت من مخلفات الحديد والصلب او اللي احنا بنقول عليها الخرق باللغه العامه يعني. ولكن دي بتخش تاني يعاد تجربتها بيتم تسييح الحديد في منتجات صلبه كبلد بياخدوها بيصنعوها اسياخ وكده. والحمد لله النهارده في اكثر من مصنع لاعاده تشغيل الحديد واعاده تدوير الحديد اللي هي المخلفات او زي ما قلنا الخرده في مصانع بتشتغل في عرب والصناعه في منطقه حلوان وجنوب منطقه حلوان، ايضا في منطقه التجريب. وان شاء الله الفتره اللي جايه هتشهد بعد انشاء المنطقه الصناعيه الجديده في منطقه حلوان تم تخصيصها من قرار الاستاذ رئيس مجلس الوزراء وانا قائم عليها وتنفيذها. القرار خاص برئيس مجلس الوزراء، قرار رئيس التنميه الصناعيه، قرار السيد محافظ القاهره بتخصيص 1,850,000 متر مكعب في منطقه حلوان اللي هي منطقه غرب عرب راشد او ارض البودره. دي بيحطها سلاسل قائمه لعمال حلوان اللي باعوا النهارده معاشات حلوان. لا انا بقول لك ان اولادهم واحفادهم النهارده شباب خريج مدرب عمل البراده والحداده. ان شاء الله نجحنا في الموافقه من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعه على انشاء مدينه صناعيه اسمها الموتر فالي. دي هتقوم على انشاء الموتور الخاص بكل من بدءا من المروحه الصغيره اللي انت بتشوفها بتشتغل الموتور الى مواتير الرفع اللي هي الخاصه بمحطات المياه العملاقه اللي هي بتشتغل من النيل بتزغزغ مناطق شرق القاهره او مناطق غرب القاهره من النيل. ودي حاجه هتبقى كويسه جدا جدا. واحنا ان شاء الله يوم الثلاث القادم هيكون يوم 14/1 الساعه 1 لقاء مع السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعه رئيس التنميه الصناعيه رئيس لجنه الصناعه في مجلس النواب المهندس محمد الايوبي اللي هو رئيس لجنه الصناعه في مجلس النواب لانشاء واعاده تشغيل منطقه صناعه حلوان. كان في توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هيبدا تشغيل المصانع المرفقه. مش هو الراجل قال لك انا هاجل عمليات انشاء المنطقه الصناعيه الجديده لمليون 800,000 لكن هشغلها خلال هذا العام 2025 وفقا للخطه المصريه 2030 مصانع زي المطبخات العامه والتعدين الحراري عن طريق مستثمرين عرب زي ما شغلنا مصر للسيارات وشغل الحديد والصلب والعامه الحراريات وتكون شركه حلوان للاسماك الفتره القادمه ان شاء الله. وده اللي انا ببشر بيه ولاد حلوان ولاد اصحاب المعشر. يعني مجهود كبير جدا في وزير الدوله لاعاده تطوير وتشغيل صناعه الحديد اللي هو عصب البناء في مصر. في نهايه اللقاء بنشكر معالي اللواء عبد المنعم حامد عضو مجلس النواب وعضو لجنه تحقيق الانسان في البرلمان. جهد مشكور ليه حضرتك مع اصحاب المعاشات اولا يعني وفي انشاء الجمعيه ايوه برئاسه الدوله وان شاء الله كلها خدماتها الطوعيه واللي نقدر نعمله لعمال مصر لعمال مصر السابق واللاحق هنخدمهم سواء في الصناعه الجديده اللي احنا بنحاول نحطها في الوقت. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه
مكتوب باسمي.